سيناريوهات عديدة تنتظر غرب كردستان. في تصريح لصحيفة كردستان قال محمد جمعة مستشار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بأن غرب كردستان ستندمج مع جنوب كردستان، وبأن الدول العظمى تعمل على هذا المضمار، وبأن مدينة كوباني تقف في مواجهة عدو شرس يمتلك المال والأسلحة الثقيلة والمتطورة. لذلك كان يجب علينا الدفاع عن كوباني، ولأن المقاتلين الكرد لم يستطيعوا الوقوف أمام هؤلاء الغازيين، طلب رئيس إقليم كردستان من أمريكا كي تساعد كوباني، وأن الاتفاقية التي عقدت بين الأحزاب الكردية في غرب كردستان كانت النواة لبناء هيكل كردي يخدم القضية الكردية، وأن إقليم كردستان راض عن اتفاقية دهوك رغم أنها غير متكاملة من كافة النواحي. وقال جمعة بأن من لا ينفذ هذه الاتفاقية سيندم في النهاية، لأن هذه الفرصة هي ذهبية وتاريخية للكرد. لذلك يجب أن تكون الأحزاب الكردية في غرب كردستان قوية ومتماسكة لكي تستطيع حل القضية الكردية في غرب كردستان، وأن الحل القضية الكردية في غرب كردستان يبدأ في النهاية من المرور من هولير. وقال جمعة إن تقديم إقليم كردستان المساعدات لغرب كردستان لم تكن من أجل الأحزاب الكردية، بل كانت من أجل الشعب الكردي، لأن مئات الآلاف من الأشخاص نزحوا من ديارهم، ونحن نفعل كل هذا من أجل أن يعود هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم. وذكر جمعة بأن حلف الناتو ودول التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي يدعمون إقليم كردستان بقوة، لذلك لم يعد بكك وبيدي بحاجة لنظام الأسد أو العراق أو إيران أو حزب الله. والواضح بأن السيناريو الأهم والأقوى الذي يعمل عليه أمريكا والدول الغربية والاتحاد الأوروبي هو إيصال حدود كردستان إلى البحر المتوسط ودمج غرب كردستان مع جنوب كردستان. لراديو دنجة زلال، هوزان ولو دربسية.